اللي انتوا شايفينه على الارض ده الواح فايبر، الواح فايبر 3 مللي زي دي كده. قرب يا احمد، زي الالواح دي من الام دي اف يعني، بس السكنس بتاعها ووزنها خفيف جدا. احنا في كل مواقعنا بنستخدم بورسلين اسباني مقاسات كبيره او هندي 2 متر 40 في 120، فده بيبقى ثمنه غالي. فكنا بنستخدم لوح فوق طبقه فوم وفوقها طبقتين كرتون. فلما بنيجي في المرحله اللي زي دي، احنا هنا في فيلا في مدينتي المفروض تشتغل تجاعيد خشبيه دلوقتي، لسه الاجزاء دي هتتهد فمستنيين التصاريح بتاعتها اللي لسه ما اتنحرتش دي. اول ما بنبدا نشتغل في التجاليد الخشبيه تحول المكان او الفيلا لورشه نجار. فالكراتين اللي بتتحط بتلاقيها اتقطعت واتبهدلت. فلما تحط لوح فايبر زي ده يقدر يستحمل بشكل كبير لدرجه ان هو ممكن يستخدم تاني. تمام. طيب مش دي المشكله. ممكن حد يقول لي طب ما ده ثمنه غالي، حاجه مبالغ فيها، يعني انت بتغطي بخشب. لا، هو مقارنه بثمن الحاجات اللي انا قلتها في الاول هو نفس الثمن ويكاد يكون ارخص، ولكن هو انا شايفه خيار ذكي قوي لان هو بيستحمل. مش هنبقى محتاجين ان احنا نحط لزق. طبعا ممنوع ان حد يوقع ميه عليه لانه مش هيستحمل ميه، وممنوع اصلا في اي موقع تشطيبات ان في ميه تقع بشكل كبير. فشايفه خيار حلو قوي، احسن من الكرتون والفوم اللي تحت منه، لان انت لو تحط طبقه كرتون واحده ملهاش اي لازمه. فكنا بنحط فوم وطبقتين كرتون فهم يعادلوا ثمن اللوح اللي هو ده. باذن الله الفيلا دي لما تخلص، التكييف زي ما انتم شايفين كده احنا حاطينه تحت المطبخ فوق المطبخ، وفي ستورج جوه، وفي حوار معمول هنا كده. اكيد لما تخلص كالعاده هبقى افرجكم عليه. شكرا.